عادت بعثة المنتخب المغربي إلى البلاد مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم قطر 2022. ووجدت بعثة المنتخب المغربي استقبالا شعبيا حاشدا بمجرد وصولها لأراضيها منذ وصولها إلى مطار الرباط مساء. وتناولت أبرز الصحف الأجنبية الاستقبال الكبير لعناصر المنتخب المغربي لكرة القدم بعد وصوله إلى أرض الوطن اليوم الثلاثاء، احتفالا بإنجازه التاريخي في كأس العالم ووصوله لنصف النهائي، ويكون بذلك أول فريق يصل إلى هذه المرحلة في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقي. ونشرت صحيفات فوت ميركاتو الفرنسي الشعب المغربي يشعل النار في شوارع الرباط للترحيب بأبطاله. وكتبت شبكة تلفزيون BFM لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم يحظون باستقبال الأبطال. ونشرت إذاعة RMC سبورت فيديو بعنوان الأجواء الاستثنائية بالرباط لعودة أبطال المغرب. فيما كتبت قناة فرانس 24 عاد المنتخب المغربي إلى المغرب بعد أدائه التاريخي في كأس العالم. وعاش لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 حدثا تاريخيا بامتياز حين استقبلوا استقبال الأبطال من طرف مئات الآلاف من الجماهير المغربيات بعد عودتهم من العاصمة القطرية الدوحة. كما تم استقبالهم وأمهاتهم استقبالا أسطوريا من قبل العاهل للمغربي في القصر الملكي بالرباط. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك وترك تعليقاتكم.